أهلا وسهلا بكم. معكم معتز عجموغلي من ألمانيا، ودينا ومن قلب الشكران في قسم الطوارئ في ألمانيا. حد سألني وعايز يعرف كويس إيه الأوفجارد اللي بنعملها في قسم الطوارئ في ألمانيا. مبدئيا توزيعة قسم الطوارئ بتكون بهاندلونج تستمع. عندنا أول حاجة غرف للإنترزوخن للفحص، وعندنا أزبتش وزبتش راوم، عندنا غرفتين، وعندنا الشكران. تمام. هو بيتقسم لإنترنستيش قسم الباطني، وشغوجش قسم الجراحة. أنا باستلم المريض في حاجة اسمها Anmeldung وTriage، دول اللي بيسجلوا المريض على السيستم وبيعملوا ترياج يعني بيقسم المريض ده هيخش إيه، انترنستيش ولا أورولوجيش، ولا هيخش إيه التخصص بتاعه. بعدين أنا بدخل بسحب له دم، بركب كانولا، بعمل رسم قلب، بوصله على المونيتور. تمام. وباكون أنا عارف ممكن بعد كده نتكلم في التفاصيل دي. باكون أنا عارف الحالة دي والله عنده فردخت أوف، يعني شاكين في إن هو عنده كذا، مثلًا فردخت أوف Schlaganfall، يعني شك أو تشخيص مبدئي إن هو Schlaganfall. طيب بعد باكون أنا عارف إن أنا هاسحب له مثلًا Basis Labor أو هاسحب له Thorax Labor، وهاعمل معاها BGA اللي هي Blood Gas Analysis. بعد كده المريض بييجي الدكتور يشوفه، بعد كده لو عايز يكتب له علاج أو حاجة بيكتب له علاج، أنا بادّي له العلاج. بعد كده بابحث له عن مكان في قسم اللي هيطلع عليه لو هيتحجز، أو لو هيطلع يروّح البيت، فباطلّعه يروّح وخلاص. وكده يكون هو الشغل بسيط كده في الطوارئ. ولكن هل هو حلو والّا لأ؟ صراحةً تعتمد على كل شخص. هل الشخص بيحب يتكلم كتير، بيحب يتفاعل مع الناس وأكشن ويروح وييجي ويعمل، والّا عايز هدوء وعايز روتين حافظ كده ومش عايز أكشن؟ ولكن أحلى حاجة في قسم الطوارئ إنك بتحس إنك أنت ممرّض زي ما إحنا كنا في مصر، بتسحب دم، بتركب محاليل، بتعلّق أنتيبيوتيكوم، بتدّي أدوية، بتشوف البلود gas analyzer، بتشوف EKG وهكذا. وده كان تعريف بسيط للشغل في النوتأufnahme في ألمانيا. لو عندكم أسئلة اكتبوا لي تحت إن شاء الله أجاوب عليها. شكرًا جزيلًا. سلام عليكم.